بحيرة تقتل كل من اقترب منها. تخيل أنك تجد بحيرة شكلها في غاية الجمال، وعندما تقترب منها تفاجأ أن ملابسك قد احترقت، وعيونك انعمت، وجلدك بدأ بالذوبان، وحلقك تلف، أي أنك انحرقت وأصبت بالعمى والخرس، وذاب جلدك ومت. هذا كله في دقائق. ماذا سيكون رد فعلك لو حدث لك أمر مشابه؟ تعالوا معي لنتعرف على هذه البحيرة القاتلة. تقع هذه البحيرة في بروكلي في ولاية مونتانا، يبلغ طولها 1 ميل بعرض نصف ميل وعمق 270 متر. كانت في السابق منجم نحاس. يمكن شراء التذاكر لمشاهدتها من على مكان خاص، لكنها رغم جمالها إلا أنها سامة جدا لدرجة لا يستطيع أي كائن العيش فيها. على أي حال تقتل هذه البحيرة كل شيء تقريبا يأتي بالقرب منها، حيث إنه يمنع السياح من الغوص فيها، وهذا ما تنصح به السلطات بشدة. لكن ما سبب تكون هذه البحيرة القاتلة والسامة؟ كما ذكرنا سابقا، فقد كانت هذه البحيرة منجما للنحاس أغلق عام 1982، وغمرت مخلفات المنجم بالمياه الجوفية. تتكون مياه البحيرة بشكل كبير من المنجنيز ومركبات النحاس والحديد التي تذيب ملابسك وتحرق عيونك وتذيب جلدك وتتلف الحلق. حسنا، لقد اتضحت الصورة. يمكن تشبيهها بالمياه الحارقة. لا يوجد أسماك في البحيرة ولا عشب حولها، وحتى الباعوض لا يقترب منها ليضع بيضة. وهناك خطط تجري لفلترة هذه المياه وضخها لجعل مستويات السم تحت السيطرة، ولكن تشير البيانات إلى أن تنفيذ هذه الخطط سيستغرق وقتا طويلا. لكن المفاجأة، وقد صدق الله تعالى حينما قال: يخرج الحي من الميت في سورة الروم. فقد اكتشف العلماء مؤخرا وجود مئات الميكروبات الفريدة من نوعها، والبكتيريا والطحالب والفطريات التي تحتويهم هذه الحفرة السامة، والتي من الممكن أن تساعد في علاج أمراض السرطان.